السلام عليكم. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق وثيقة مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 3 متطرفين موالين للتنظيم اليوم الأربعاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع، والتي كان ضحيتها الشرطي أثناء مزاولته لمهامه. وقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضابط الشرطة القضائية المكلفون. أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية لتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالبحث توقيف المشتبه فيهما الرئيسيان من العمليات المتزامنة بكل من الدار البيضاء ومنطقة سيدي حرازم ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء. وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا الولاء للأمير المزعوم، وصمموا العزم على الانخراط في المشروع المحلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي. وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث وفق البلاغ أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلف بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي ضحية بعدما تربص به في مكان اشتغاله بمدارات الطرقية في حصة عمله الليلي، وقام بتعريضه للاعتداء الجسدي بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يعمد إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته وبمنطقة قروية. كما أوضحت المسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قام بالتنسيق مع المشتبه الثالث الذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية. وقد مكنت العمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز أسلحة بيضاء مستعملة في ارتكاب هذه الجريمة واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بالدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى مرتكب مركزي الأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل بخلايا وتنظيمات أخرى جميع المتورطين المفترضين في هذا العمل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمة أمنية بالشارع العام. إخواني أخواتي، نرجو منكم الاشتراك في القناة ودعمونا بلايك الفيديو وبارتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.